تخيلوا ان في ناس ما بتحبش الفتة. اه والله. وعشان الناس اللي ما بتحبش الفتة هعمل معاكم النهاردة حاجة بديلة للفتة. وفي ناس كمان ما بتحبش توابل الكبسة كتير، فبرضو النهاردة هنقلل في نسبة التوابل او استخدام التوابل اللي بتتحط في الكبسة، بس هنطلع طبق عبقري طعمه وريحته خطيرة جدا. اوعدك، ما هو مش كل توابل تتحط على رز بسمتي نقول عليها كبسة. يلا بينا نبدأ الوصفة سوا مع بعض. وأول حاجة هبتدي بيها إزاي تطلعي لحمة كويسة بشوربة حلوة وكمان ريحتها تجيب لآخر الشارع. ما انتوا مش كل يوم صح الحاج صاحب البيت هيجيب لكم لحم. كل سنة وانتوا طيبين. يلا بينا نبدأ الوصفة سوا مع بعض. أول حاجة حطي حتة سمنة بلدي يا ست الكل في قلب الحلة، وسيبيها لما تسخن خالص زي ما أنا عملت كده. ولازم تنزلي اللحمة وتسمعي الصوت بتاع الطشة ده عشان يديكي نفس اللون الجميل ده. الموضوع مش موضوع ان انا اخد نفس اللون بس، الموضوع موضوع اني بقفل مسام اللحمه من بره علشان تفضل محتفظه بالعصاره بتاعتها من جوه، فتفضل حته اللحمه معاكي طريه ومحتفظه بكل سوائلها وقيمتها الغذائيه. ما تنزلش طبعا في الشوربه وما تبقاش معاكي عامله زي حته الكاوتش. تمام. بعد ما عملنا كده هننزل ايه بقى؟ بصلايه متقطعه مكعبات، فصين 2 كبار توم شرايح، ورق لوري، حبهان، ونجمة اليانسون دي مهمة جدا جدا، وكمان فصين مستكة. دي احلى حاجات هتطلع لك شوربة لحمة محترمة. طبعا انا حاطه التوم مش عشان سليق للحمة، لو سليق للحمة بشيل منها التوم. تمام. لكن انا عشان هستخدم الشوربه اللي هتطلع من اللحمه في قلب الرز، والرز لازم يتحط له فصين توم حلوين. الناس اللي بتستخدم التوم الفروزن بلاش في الوصفه ديت تحطي توم فروزن، استخدمي التوم الفريش. حطيت كمان لو عندك تمر هتحطي تمره علشان تسهيل عمليه السوى، كمان بتدي طعم حلو جدا وما بتبانش خالص. تمام. لو ما عندناش تمر هنحط معلقه صغيره جدا من السكر اللي انتوا شفتوها دي. الميه بتغلي هنزل بيها على اللحمه. اول ما تاخد اول غلوة سوي لحمتك ارجوكي على نار هادية عشان تلاقي حتة لحمة حلوة وطعمها خطير. اي حاجة بتاخد تسوية على نار هادية بتبقى تحفة يا جماعة. مهم جدا كمان الطماطمية اللي متقطعة مكعبات دي، يعني انتوا مش عارفين بتفرق قد ايه في الطعم خالص الطماطمية الصغيرة دي. تمام. عملنا ايه بقى؟ هنحط توابل بسيطة عشان تدينا طعم الرز. حطيت الملح بتاعي، وحطيت بهارات جاهزة للكبسة، وحطيت شوية كركم، ومعلقة صغيرة من البابريكا. تمام. عملت ايه بقى تاني؟ نزلت معلقة من معجون الطماطم. انا كده كده حطيت سكر علشان الحموضة بتاعة الطماطم. نزلي كمية الرز اللي انت حباها. الرز البسمتي بالنسبة للبنات جديدة في دخول المطبخ، رز البسمتي بياخد كوبايتين من المية ومعلقة من الملح، معلقة مليانة من الملح. تعالوا بقى ندلع الطبق بتاعنا بديل الفتة للناس اللي ما بتحبش الفتة. حطينا معلقة صغيرة من السمنة البلدي، وحطيت شوية مكسرات موجودين عندي، وكمان زبيب بيبقى حلو جدا في الطعم. وهبتدي بقى انزل السمنة البلدي اللي موجودة، مش هصفي، على اللحمة بالمكسرات عشان تديكي اللمعة الحلوة قوي دي. زيني بقى بشوية بقدونس، وكده عملتي طبق تحفة للعيد في ثواني وفي حلة واحدة ما تقفيش كتير. وصفتنا النهاردة كانت خطيرة، طعمها حلو جدا. كل سنة وانتم طيبين. اللي جاي كله جديد في جديد وطعمه خطير معايا ان شاء الله. ان شاء الله اسهل الوصفات وحاجات العيد كلها هننزلها واحده بواحده. كل سنه وانتم طيبين. لو استفدتوا معايا بحاجه صغيره في الفيديو تكتبوا لي، ما تنسوش تكتبوا لي دعوه حلوه. معاكم مرمر محمد من ميرو في المطبخ. باي باي.